عارف انت احساس لما تفتح 100 تبويب في المتصفح؟ ده هنا بس في دماغي. محدش يقدر ينكر ان الوعي نص العلاج. علشان كده وقفت مع نفسي وقلت خلاص كفايه كده، لازم اقفل كل التبويبات دي واسيب تبويب واحد بس. طب والباقي؟ الباقي يتاجل. والحاجه اللي فاجئتني ان انا لما مسكت ورقه وقلم وبدات اكتب، كان في مخيلتي ان الموضوع هيبقى صعب ومش هعرف اكتب حاجه وهفضل اشخبط، لكن حتى لو كنت شخبطت بس فده كان كافي جدا انه يفضي دماغي. كنت مفكر ان في حاجات كتير جدا في دماغي، لكن لما كتبتهم لقيتهم سطرين بس، وقلت لنفسي كان تايه على بالي فين ده. ليه لما يبقى في دماغي حاجات كتير جدا ما بذكرش الله؟ ذكر الله كان ليه تاثير سحري على الدوشه اللي في دماغي، اكني بعمل ريفرش كده لدماغي. علشان كنت اقدر اركز كان لازم ارتب التبويبات دي على حسب الاولويه، كلهم مهمين بس مين الاكثر اهميه وخلاص. ودلوقتي ما بقتش اسيب دماغي مفتوحه على 100 تبويب، بقوا 10 بس. ما وصلوش لواحده اي نعم، بس انا بحاول وهفضل احاول ان انا اعيد تركيزي لحد امتى مش عارف. المهم لو انت دماغك مليانه برضو كده، اتمنى النصيحه دي تساعدك وركز على المهم.